السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم مطبخ فاطمة. نتمنىكم تكونوا بخير على خير في احوال جيده نتوما والعائله ديالكم. فنبداو في الفيديو ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم صابلي مالح اللي كيجي رائع بزاف، صدقوني كيجي بنين وهشيش، خصوصا الا كنتو كتخدموا لي كوموند غادي يعجب الكليان ديالكم وفي نفس الوقت غادي يعجب الوليدات ديالكم. فنبداو بالمقادير على بركه الله. كما كتلاحظوا معايا عندي اناء اللي وضعت فيه 250 غرام ديال الزبده اي المانغارين، وعندي معلقه صغيره ديال بودر ديال الثوم، ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت اي التوابل ديال الحوت، ومعلقه صغيره ديال التوابل ديال بسطيله الحوت، ومعلقه مع عمراش صغيره ديال الهريسه، ونصف ملعقه كذلك ديال الابزار اي الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره مع عمراش ديال السكر، وشويه ديال الزعتر، والملح حسب الذوق، ولكن غادي تفوتوا شويه على معلقه صغيره، وثلاثه ديال الفرماجات كما كتلاحظوا معايا في الصوره. وعندي كاس ديال الزيت بالقياس ديال العنبه اللي فيه نصف كاس ديال الزيت العاديه، والنصف الثاني ديال زيت الزيتون، وجوج بيضات. هاد الصابلي ما فيش الخميره، وفي نفس الوقت كيجي هشيش بزاف بزاف كيدوب. والدقيق غادي نقول لكم في الفيديو شحال دخلت معايا في العجين ديالي. المهم كما كتلاحظوا الزبده راني وضعها في الاناء وضفت عليها التوابل، وكذلك 3 الفرماجات، تقدروا تزيدوا فرماجه واحده اخرى ماشي مشكل، ديروا 4. وغادي نبدا نخلط في الزبده ديالي، ندمجها مزيان مع العناصر مع داك التوابل والفرماج. واخا راه غادي تعذبكم شي شويه في الخدمه، ولكن ماشي مشكل، من الاحسن اللي عنده باطور ولا عجانه يستخدمهم بما تطلق لكم الزبده مزيان. انا استخدمت غير اليد ديالي حيت ماشي كلشي عنده العجانه ولا سميتو. المهم باش كنوضحوا في الفيديو مزيان باش ما تعكزوش. كاين اللي كيشوف الفيديو كيلقى فيه عجانه ولا سميتو كيقول ايوا انا ما عنديش عجانه. ماشي ضروري تكون عندك عجانه ولا شي حاجه باش تخدمي شي حاجه في دارك. المهم انا غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت باش تعاونني نخدم ديك الزبده. هاد الزبده هي اللي كنستعمل ديما وبانت لي ماشي هي هذيك اليوم ما يعني ما بغاش تخدم ليا، واخا راني خدمتها مزيان. يعني ماشي شي مكونات اللي هما صعابين معاها، يعني مع غير الفرماج والعطريه، ما عرفتش واش من العطريه ولا. المهم اول مره غدير ليا فحال هكا. المهم بقاو تخدموا ديك الزبده مزيان تتولي لكم بوماد. انا عاونت بالزيت وضفت جوج بيضات كما كتلاحظوا معايا، جوج بيضات اللي كل الحجم ديالهم متوسط، ماشي صغار وماشي كبار، يعني متوسطين. ونبدا نخلط مزيان. الزبده مني ما كتكونش مزيانه ولا مني ما كتخدمش مزيان حتى كتضيفي عليها البيض وهي كتبان لك كتبدا كتكتل. يعني ما تخافوش من ديك المرحله، غير خدموها مزيان وغادي ترجع لكم كما الاول. يعني ملي كتكون عندكم بوماد صافي. ومن بعد ما تخلطات ليا الزبده مع البيض مزيان والزيت، غادي نبدا نضيف الدقيق اللي عندي مغربل، وغادي نقول لكم شحال خدات معايا ديال الدقيق. بداو تضيفوا شويه بشويه، ما تكبوش الكميه كلها باش تعرفوا راسكم شنو كديروا، حيت راه الدقيق كيختلف من نوع الاخر. يعني انا بعض الخطرات نفس نبدل غير الطحين ولا شي حاجه ما كتدخلش هي نفس المقادير اللي مولفه كتدخل معايا. كما كتلاحظوا معايا انا راه دخلت الدقيق ديالي. شوفوا العجينه راه كتبقى رطبه، يعني مجموعه ورطبه ماشي كتفرتت، وفي نفس الوقت ما تقصحوهاش. انا خدات معايا 600 غرام اي 6 ديال الكيسان. المهم ما خصهاش تفوت لكم 600 غرام، 620 حتى 30، يعني 601 معلقه ولا معلقه ونصف بحال هكاك، يعني ما تفوتوش 600 غرام اللي بالكيسان ديال العنبه هما 6 ديال الكيسان. وحاولوا ما تعمروهمش مزيان غير للحد، حيت ملي كتعمريه كيولي كيهز 125 غرام، ملي كتعمريه غير للحد كيهز 100 غرام، يعني 6 ديال الكيسان. وتقدر تخصكم معلقه ولا جوج معالق، المهم على حساب الدقيق. المهم ما تخليوهاش جاريه بزاف يعني كتلصق لكم في اليدين، وفي نفس الوقت ما تقصحوهاش. المهم عينكم ميزانكم.
المهم انا قسمت العجين ديالي على جوج كرات، غادي ندير جوج اشكال وطلقتها وسط بلاستيك والدله كما كتلاحظوا معايا. المهم نتوما اللي بغيتو ديروها رقيقه بغيتو ديروها غليظه، انايا هنايا خدمتها رقيقه، ولكن هذا الشكل هذا اللي كنخدم معكم المثلثات منين خدمته رقيق هي اصلا العجينه كتجي فتيه، الصاب اللي كيجي فتي بزاف، ومنين خدمته انايا رقيق بدا كيتهرس ليا، يعني تهرس ليا فيه شي وحدين، المهم ماشي بزاف ولكن حاولت عليه. المهم الا الانسان ما غاديش يحاول عليه ولا كوموند ديال شي حد، من الاحسن تخليو العجينه شويه غليظه باش ما يتفرتتش لكم، ولا تفادي الانكسار ديال الحلوه ديالكم. غادي دير واحد 5 دراهم ديال الفرماج احمر، غادي تحكوه وتديروه في العجين مع الزبده والبيض ديالكم باش ديك الفرماج بحال كيشد لينا العجينه باش ما تهرش. المهم انا عطيتكم النصائح اللي تقدروا ديروا. ما بغيتوش ديروا فرماج خليو العجينه شويه غليظه، بغيتو ديروا فرماج واخا ديروها رقيقه ولا اقل شويه من رقيقه ماشي مشكل. المهم كما كتلاحظوا انايا راه درت مثلث هنا. من بعد ما كملت هذيك النصف ديال ديك العجينه اللي شكلت بها المثلث، خديت بياض ديال البيض وبديت كندهن به من الفوق المثلثات ديالي. وغادي نجيب الزرارع، هنايا عندي مخلطين، عندي عندي البافو اللي هو الخشخاش، وعندي الشوفان، وعندي زريعه الكتان، والجنجلان العادي. تقدروا تستعملوا الجنجلان الابيض ولا الاسود ولا حبه البركه، الزريعه منقيه ولا زريعه القرعه، المهم اللي متوفر عندكم. انا هادشي اللي لقيت عند السيد اللي كنتقدى من عنده خديتهم ونقيتهم وخلطتهم، ضروري تنقيوهم صافي. ومن بعد خلطتهم وبديت كندير بهم. تقدروا ديروا غير شكل واحد، زريعه الكتان بوحدها، البافو بوحدو، المهم ماشي مشكل، المهم اللي متوفر عندكم. صافي غادي نستمر بحال هكا، ندير البيض شويه وكنرش شويه، ما ديروش البيض كلشي عاد تبداو ترشوا باش ما ينشفش لكم. اللهم بقاو غادي من 5 5 6 6، المهم على حسب سميتو ديالكم. والصراحه ساهل دغيا كيوجد، واخا يعني صابلي بالمدلاك وسميتو ماشي بحال الصابلي العادي، ولكن دغيا كيوجد، ما كياخذش لينا واحد الوقت بزاف الصراحه. انا خدمت الجزء الثاني ديال الصابلي ديال العجين، بديت لقيتو بالمدلك وخديت هاد الطابع اللي كتشوفوا معايا في الصوره كنطبع به، وفي نفس الوقت كندوزو في الطحين باش ما يلصقش ليا تلصقش ليا العجين فيه، حيت هاد الشكل هذا كيبغي كيتهز كتهز العجين في الطابع كما كتشوفوا معايا في الصوره. وغادي نبدا حتى نكمل العجين ديالي كامله. مهم تقدروا تستعملوا اي طابع عندكم، بغيتوهم صغيورات انديفيديوال، المهم على حسب اللي بغيتو ماشي مشكل. في هذا الاثناء راني مسخنه الفران شاعل عليه كيسخن مزيان، ومن بعد ملي غادي ندخل الصابلي ديالي غادي نقص عليه واحد شويه. المهم ما تكونش العافيه مهيله، يعني متوسطه باش ما يخطفش لينا الطياب دغيا، وفي نفس الوقت ما يبقاش باش يقصح لينا في الفران. من بعد ما كملت العجين ديالي غادي ندهن ديك الحفره بالابيض وغادي نضيف عليها الفرماج. انا استعملت هنايا فرماج احمر محكوك، تقدروا تخلطوا حتى الموتزاريلا معاه ماشي مشكل. وزوقت بشويه ديال الزرارع اللي شاطوا ليا، عزلت بافو وزريعه الكتان كاضافه يعني كتزيين وصافي ماشي ضروريين. ومن بعد غادي ندخل الحلوه ديالي، منين غادي نسالي غادي ندخلها للفران ونتلاقاو منين تخرج ان شاء الله من الفران. كما كتلاحظوا معايا الحلوه ديالي ها هي وجدات، كتجي رائعه بزاف الصراحه، لا في الشكل لا في المذاق، بنينه، خصوصا ديك العطريه ديال الحوت كتعطي واحد المذاق رائع بزاف. ما غاديش تحشمكم ان شاء الله لا مع الكليان ديالكم لا مع العائله ديالكم. نتمنى منكم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم الرائعه اللي كتحفزني وكتفرحني بزاف، وديروا جيم للفيديو باش يوصل لعدد كبير ديال الناس. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.